هذه الكرة اللي غادي نبقاو نتعادوا عليها ونطعن في إخواننا ويطعن إخواننا فينا ونعاديهم ويعادوننا ونكرههم ويكرهوننا إلى درجة أن نحب الكفار أو نتمنى انتصار الكفار عليهم. واش بعد هذه الكرة؟ ما حكم الشرع فيها؟ وأتكلم ماشي على الكرة كرياضة، نلعبوا الرياضة، نلعبوا الكرة، نجري وانا وياك ونجري ونضربوا وماركي عليا وماركي عليك وانت غادي، ولكن كرة القدم تحولت إلى إمبراطورية تتحكم في الدول وتهدد الدول وتعاقب وتؤدب وتبتز دول، ولات قمار وتنشر العداوة والبغضاء بين المسلمين، والناس عندهم استعداد أن يقتل بعضهم بعضا من أجل كرة القدم، والناس عندهم استعداد أنهم ينفقوا الأموال الطائلة الهائلة على كرة القدم. أمة تعاني من الفقر، تعاني من الهشاشة، تعاني من كل مقومات حياة الإنسان، ومع ذلك الأموال الطائلة تنفق من أجل كرة القدم. هل يليق بالمسلمين أن يتفرقوا وأن يتحاسدوا وأن يتباغضوا وأن يتدابروا ثم ينتقلون إلى الشتائم والسباب ونشر الكراهية فيما بينهم بسبب هذه الكرة التي نرى أنها صناعة ماسونية لإلهاء المسلمين وتضييع جهودهم وتضييع اهتماماتهم، والتي أصبحت وسيلة من وسائل التحكم في البلاد الإسلامية، والتي تحولت إلى قمار حرمه الله جل وعلا، والتي تحولت إلى تدمير علاقة المسلمين، فأصبح المسلم يوالي دولة كافرة أو يوالي فريقا صليبيا أو صهيونيا ويعادي فريقا من المسلمين بالله، ولا ينفقون درهما في سبيل الله لإنقاذ إخوانهم الذين يعذبهم الكيان الصهيوني في فلسطين، بل وإنقاذ إخوانهم الذين دمرت بيوتهم وخربت ديارهم، سواء بسبب الزلزال أو بسبب المشاريع العملاقة التي تتهيأ لها الدولة لاستقبال كأس العالم أو كأس إفريقيا. شوفوا شحال تاع الناس تخربوا لهم البيوت ديالهم وما عندهم الآن فين يسكنوا، شوفوا شحال تاع الناس اللي الأعمال ديالهم مشاو بسبب هذا التخريب، سولوا شحال تاع الناس اللي مرضوا وشحال تاع الناس اللي ماتوا بالفقصة بسبب هذا التخريب استعدادا لكرة القدم. وإخواننا الذين ابتلوا بالزلزال في الحوز وفي غيره إلى الآن لا زالوا يعانون، الملايير أنفقت على كرة القدم ولا زالت تنفق، وشكون اللي اداها في هذوك الناس؟ وحنا وصلت كرة القدم لهذه المرحلة أن أمتنا، ويخرج اليوم أناس نحسبهم على خير في الجملة إن شاء الله، فينخرطون في هذا الصراع الإيديولوجي الذي تجسد في كرة القدم ليعصف ويؤثر على عقائدهم وعلى أخوتهم الإيمانية. هذا علي رضي الله عنه. قد يتعللون ويقولون بأن هذه الدولة التي نكرهها ولا نريدها أن تنتصر وكذا قد عادتنا وفعلت فينا. نعم، هذا أمر لا ننكره، ولكن هل فعلوا ما فعلت الخوارج في المسلمين في زمن علي رضي الله عنه؟ أبدا. وحتى لو فعلوا مثل الخوارج فإن علي رضي الله عنه وهو الفقيه وهو الذي يعرف قيمة العلاقة بين أهل الإسلام والإيمان، ويعرف قيمة الأخوة الإيمانية وصرحها العظيم الذي لا يجوز خدشه. قيل لعلي رضي الله عنه عن الخوارج أكفار هم؟ قال هم من الكفر فروا. ثم قال إخواننا بغوا علينا. ألا يجمل ببعض من نظن بهم خيرا إن شاء الله أن يقولوا مقولة علي رضي الله عنه في إخوانهم الذين يظهرون لهم الكراهية والعداء؟ ألا يجمل بهم أن يقولوا هم إخواننا أهل القبلة إلا إذا كفروهم فهذا شأن آخر، ومع ذلك فالكفار إن لم يؤذونا فإننا مأمورون بأن نحسن. عليكم أين غابت عقولكم؟ وأين هي الوشيجة والرابطة الإيمانية التي حث الله جل وعلا المسلمين على أن يعتنوا بها وأن يتمسكوا بها وأن ينفروا من كل ما من شأنه أن يخرمها أو أن يخربها بينهم؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا للأنصار وقال رجل يا للمهاجرين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة.